مسا عليكم. إيه النهارده كان في واحد حبيبنا بعت رسالة عايز يعرف ليه سلك رود لحد حالا ما اتعملش فيها تحديثات من الناس اللي بتفتح برايف. اقول لك يا سيدي، هنبدأ الأول من سلك رود اللي هي الأصلية. تمام. سلك رود الأصلية ليه ما بتحدثش وتعمل مثلا تحديثات زيها زي مثلا بابجي تقعد تحدث كل سيزون؟ بس خد بالك بابجي العالمية برضه مش هي الأصلية. يعني بابجي العالمية مش هي الأصلية ليه؟ لأن البابجي الأصلية بيتعمل فيها الأول الحاجات الجديدة وتعدي وتقدم، وبعد ما تقدم بابجي العالمية بقى تنزلها لنا. تمام. فليه؟ لأن في حاجة اسمها حقوق طبع ونشر. حقوق طبع ونشر ديت بتسمح ان المصمم بتاع اللعبه دي ومعاه شهاده براءه الاختراع هو بس اللي يقدر يحدث. فسيلك رود تمام لما اتباعت للشركه اللي هي اللي اشترتها، طبعا كانت بتاعه جوي ماكس، وبعد جوي ماكس دخل معاهم شريك وطلب منهم بقى ايه، ان هم يخلوا اللعبه تبقى بيزنس بس، لعبه فلوس بس، والناس اللي تقدر تدفع هي بس اللي تلعب، غير كده لا، ما فيش حد. فبقى الناس طبعا الغلابه اللي زينا بياخدوا بقى السورس اللي هو الاساس بتاع اللعبه، وايه ويعدلوا عليه التعديلات اللي هي اصلا موجوده في اللعبه. ما ينفعش بقى يحط هو تعديلات من دماغه، تعديلات من دماغه اللي هي تغيير في اللعبه نفسها. هو ممكن مثلا ايه يحط لك اضافه لون في قلب السلاح، لون جديد مثلا. يحط لك مثلا ممكن يحط لك شكل جديد مثلا للشيلد او للدراع، مع ان دي برضه مش هتبقى، يعني مش هعرف يعملها قد كده. انما احنا ما بنتكلمش على كده بقى، احنا بنتكلم على اللي يعمل تعديل جزء في قلب اللعبة، مثلا اللي هو ينزل ديجري كامل جديد، بخريطة جديدة، بهدوم جديدة، بسلاح جديد، بمثلا تعديلا ان هو ايه. كان في واحد بيقول لي ان انا اخويا مهندس وعايز اعمل لعبة وهخلي اللعبة يشتغل فيها المايك زيها زي بابجي. تمام. هو طبعا ما قدرش يعمل كده ومش هيقدر يعمل كده. تمام. ليه؟ لان اللعبه بتاعته متى ما هو عملها بالطريقه اللي اللي هو بيقول عليها دي، اللي هو انا هفتح ديجري جديد واسلحه جديده وهعمل حاجات جديده ومثلا هنفتح المايك كمان، انت كده سرقت اللعبه حرفيا، سرقتها وحطيت عليها شويه تعديلات خلت اللعبه بقت احسن من الاصليه نفسها. فالاصليه بقى اول ما بتعرف بالموضوع ده بتقوم مبلغه حقوق طبع ونشر، يقوم الجهات المختصه تقوم قافله لك اللعبه بتاعتك، لانك انت كده يعتبر ايه، سرقه. نفس فكره مثلا لما بتروح لبين سبورت وتسرق البث بتاعهم وتغير بين سبورت ومش عارف ايه وتحط صوت معلق تاني مثلا، ما هو البث مصدره من بين سبورت. فطبعا اول ما بيعرفهم لازم يعرفوا، لان طول ما هم مش عارفين طول ما انت ما بيتبلغش عنك. يعني لو فرضنا مثلا انت عملت اللعبه اللي هي فيها الديجري الجديد والمدينه الجديده والسلاحه الجديده وكل الكلام ده، وقدرت بطريقه ما تخليها تشتغل مايك، اللي هو احنا بنلعب مع بعض وعمالين بنكلم بعض زي بابجي كده مثلا، واللعبه ما اشتهرتش، ماشي، ما اشتهرتش خلاص، ما حدش هيشغل باله بايك. عادي يا باشا، انت امورك طيبه، اللعبه فيها مثلا 1000 بني ادم ولا 500 بني ادم وخلاص وما اشتهرتش. انما انت بقى لو لو اللعبه دي وصلت لارقام كبيره واتشهرت وبدات تنافس والشغل ده، بتوصل لهم بقى. اول ما توصل لهم دي اللعبه بتاعتنا ومسروقه مننا ومتعدل عليها بطريقه ما ومحطوط فيها كذا كذا كذا، تبص تلاقي الجهات المختصه قامت داخله قافله لك المصدر اللي انت شغال عليه السورس بتاعك، وقافله لك اللعبه خالص لانك مخالف. لازم عشان تعمل حاجه جديده تاخد الاول البرميشن اللي هو يعني التصريح بتاعهم. طبعا التصريح بتاعهم ده عشان تاخده هتبقى دافع فلوس وحاجات كتير، زي اللي عمل لعبة سيلك رود موبايل دي كده حاجة جديدة.
مفيش سلك رود موبايل، فهو عايز ياخد سلك رود الحقيقيه يعملها موبايل. فانه يعملها موبايل لا طبعا انت لازم تصريح. فقام عامل ايه؟ راح كلم الناس، والناس اعجبوا بالفكره ووافقوا له بيها وشرطوا عليه شويه شروط، وهو نفذها واللعبه نزلت واتلعبت والناس بتلعبها دلوقتي. بس هي مش مفتوحه برضه للعرب، يعني عشان تلعبها وتنزلها من على المتجر بقى وتلعب وكده لازم في بي ان عشان تعرف تلعب، وعشان تعرف تعمل ايميل، وعشان حاجات جديد كتير. كل ده لازم تعمله. ففي اهم حاجة حقوق الطبع والنشر، محدش يعرف يسرق، لان الحاجات ديت صعب ان انت تسرق فيها، صعب اوي ان انت تسرق فيها. على طول بتتوقف. زي برضه فكرة اليوتيوب، لو واحد قام داخل جايب اغنية لتامر حسني، ولا جايب اي اغنية لاي مغني، وقام رافعها مثلا على النت، بس عامل لها فيديو هو بقى، ما اليوتيوب ما بيوقفهاش. بيوقف ليه؟ لان دي حقوق طبع ونشر. ولذلك ده السبب اللي خلى لعبة سيلك رود البرايفت السيرفرات محدش يعمل حاجة ما حصلتش في قلب لعبة سيلك رود. يعني كل اللي هم بيعملوه كحد اقصى بيقفل مدن ويفتح مدن، بس اللي هو مثلا ايه، سيلك رود الاصلية فيها بغداد، فيها فوجيتن، فيها مش عارف ايه، فيها ايه، فيها حاجات كلها مفتوحة. وكل اللي انا بعمله بقفل السيستم ده، لا بشغل السيستم ده، بشيل السيستم ده، لا بحط السيستم ده. مش اكتر مش اقل. محدش بيجود من دماغه، ولا حد بيعمل من دماغه اي حاجة زيادة. مثلا احط مدينة واكتب دي مدينة مصر، والعب بسيستم جديد والكلام من ده. وان عمل كده واللعبة ما اشتهرتش، اوكي هتعدي. انما لو اتشهرت وناس كتير سمعت عنها واحد تلعبها، هيحصل بقى حتة ان هم يشتكوه، فاللعبة تتوقف بسبب ايه؟ حقوق الطبع والنشر. وهو ده السبب يا عمي اللي خلى لعبة سيلك رود مفيش مهندس قدر يحدث فيها، لانه عشان طبعا لعبة عالمية واسهمتها كتيرة جدا وغالية جدا، فصعب قوي ان انت تتواصل مع الناس ديت وتقول لهم انا عايز اطور في اللعب. هم اصلا مش فاتحين سكة للمطورين انهم يطوروا. لو فاتحين يعني في بعض مثلا ايه، هنجيب ايه البي اتش بوت مثلا. البي اتش بوت هو ليه احسن بوت مدفوع في الوقت الحالي، مش من اجل ان هو الاسرع ولا الاجمل ولا الاحسن، لا، من اجل خياراته، ومن اجل ان هو المهندس اللي صممه عامل للمطورين مفتوح، يقدر يعمل اي حاجة. في حاجة مش فاكر كان اسمها ايه، بسم الله، مش صراحة مش متذكرها. الحاجة دي دايما بتتعمل مخصوص ليك، بعد المهندسين بيعملوها انت بتخش تكلمه تقول له انا عايز مثلا البوت يعمل كذا. اي تخيل في دماغك، اي تخيل مهما كان صعب، المهندس بيعمله لك. لو يعني اقول لك ايه، لو عايز البوت يعمل كل حاجة انت بتعملها في اليوم، هو المهندس يقدر يخليك تعمل الحاجة دي. فهي دي الفكرة، ان هم فاتحين هنا للمطورين انما هنا مش فاتحين. بس اشوفكم في فيديو تاني، سلام عليكم.